بقاله فترة بيفكر فيكي جدا. الشخص ده مشتاق وعمال يفكر فيكي طول الوقت. لو بتسمعيني دلوقتي فالرسالة اللي واصلة ليكي والطاقة دي اتأكدي ان هيكون فيها تفاعل بعد ما هتكملي الفيديو للآخر. ركزي معايا عشان انت هتعرفي حاجات مهمة جدا كنت عايزة تعرفيها عن الشخص ده. وهل الشخص دوت لسه عنده طاقة اشتياق وحب ليكي ولا خلاص نسي اللي كان بينكم؟ الطاقة اللي ظهرت ليكي النهاردة لو انت بتسمعيني دي إشارة. طاقة بتقول ان الشخص ده او الشريك ده بيفكر فيكي طول الوقت بطريقة كبيرة جدا. في مواقف كتيرة عدت عليكم الفترة اللي فاتت، وفي ذكريات بتضم الوقت اللي احنا بنمر بيه دلوقتي. الشخص ده عمال يفكر فيكي طول الوقت، طاقته إيجابية جدا، بس الشخص ده ظاهر ليكي ان هو عمل معاكي او عمل ليكي حاجة زعلتك منه جدا وخلتك كمان ان انت ما تبقيش واثقة فيه. حاسة طول الوقت ان هو كان بيكذب عليكي او بيخدعك، لكن المرة دي أنا بقولك إن طاقة الشخص اللي ظاهرة عندك بتأكد إن الشريك هنا لأ بيحبك بجد وطاقته كويسة جدا ليكي. مشاعر الحب هنا قوية جدا. الشخص اللي ظهر النهاردة ليكي بيقول إن الشخص ده رغم البعد ورغم اللي حصل حتى الكلام اللي قالهولك، بس الشخص ده بيحبك وعايز يرجع تاني للعلاقة. النهاردة هتفعلي معايا طاقة الرجوع وهتكتبي 4452 كود روحاني مفعل مشحون النهاردة بطاقة الطارود وبالطاقة اللي احنا فتحنا عليها. هتستقبلي اتصال وهتستقبلي قبل الاتصال حلم هتحلمي بيه ان انت بتتكلمي مع الشريك او ان الشريك خلاص بيبدأ يكلمك، وهتقومي من الحلم في خلال يومين هتلاقي اتصال من الشريك وبيتصل وبيكلمك. فعلي معايا النهاردة الكود لان الكود مهم جدا للتفعيل ومهم جدا ان انت تستقبلي الطاقة المشحونة اللي طالعة من الفيديو النهاردة ليكي. طاقة الشريك هنا مهمة جدا ان انتي كمان تستقبليها. الشخص ده بيفكر فيكي بطاقة كبيرة جدا ومستعد ان هو يرجع معاكي تاني ويصلح الوضع اللي كان بينكم. استقبلي النهاردة الطاقة وفعلي معايا الكود وهيتم كل اللي انت عايزاه.